وزي ما انت شايف دي مصر. طيب فين اسيا واوروبا؟ موجودين قدامك بلونين مختلفين، اسيا واوروبا. تلاحظ ايه في المجمل العام كده قبل ما ندخل في الدرس؟ ان قارة اسيا اكبر من قارة اوروبا. شايفين مساحة اسيا قد ايه؟ خلي بالك ده كله تبع اسيا، يعني كبيرة جدا، اكبر قارات العالم. طب بالنسبة لاوروبا، لا طبعا صغيرة جدا. طب لو احنا هنرتب الثلاث قارات دول، مين رقم واحد؟ برافو عليك، اسيا. مين رقم اتنين في المساحة؟ افريقيا تيجي بعد اسيا. مين رقم ثلاثة في المساحة؟ اوروبا تيجي بعد افريقيا. الثلاث قارات دول ضمن قارات العالم القديم، او هم اصلا الثلاثة اللي هم قارات العالم ايه القديم، يعني اسيا واوروبا تبع قارات العالم ايه القديم. تمام. طب برضو من الخريطة كده ممكن نكتشف ان اسيا واوروبا يعتبروا قارة واحدة، لازقين في بعض. مفيش حاجة ايه بتفصلهم عن بعض، مفيش حدود زي مثلا افريقيا وامريكا الجنوبية في المحيط الاطلنطي بيفصلهم عن بعض. لكن اسيا واوروبا تحسهم قارة واحدة. يعني انا لو عملت القارتين دول بلون واحد هتلاقيهم يعتبر ايه قارة واحدة. عشان كده في المسميات القديمة كانوا بيسموهم اسم يجمع الاتنين. يعني اوروبا دي هاخد منها اور، واسيا دي هاخد منها سيا، فيبقى هما الاتنين اوراسيا. قارة ايه؟ قارة اوراسيا. ده طبعا على قديمه خالص. قارة اسيا اكبر قارات العالم مساحة، تبلغ مساحتها نحو 44.2 مليون كيلو متر مربع، يعني 30% من مساحة يابس الكرة الارضية. طب اوروبا سادس قارات العالم. انا نحفظ الترتيب ده: قارة آسيا أولى قارات العالم مساحة، قارة أوروبا سادس قارات العالم مساحة. سادس قارات العالم إيه؟ مساحة. موقع قارة آسيا وأهميتها. نركن قارة أوروبا بس على جنب وندرس قارة آسيا. طيب في الموقع احنا اتعلمنا ان احنا هندرس موقعين: موقع الفلكي والموقع الجغرافي. الموقع الفلكي بسرعة كده هو عبارة عن خطوط الطول. الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر ايه ودوائر العرض. لو جيت بصيت في الخريطة دي هتلاقي ان في خطوط الطول، في خطوط كده نازلة من فوق لتحت. تمام. فانا كل اللي هعمله ايه؟ هاجي عند قارة اسيا من الغرب، اخر حتة من الغرب، واشوف خط طول رقم كام بيلمسها. فمثلا هنا الاخضر الاقيه كام؟ 26 شرقا. ايه 26 شرقا دي؟ في خط طول اسمه جرينتش. خط طول اسمه جرينتش ده خط طول رئيسي بيقسم الخريطة بتاعت العالم لنصين: نص ناحية الشرق على يدك اليمين، ونص ناحية الغرب على يدك ايه الشمال. طب ادي خط جرينتش. وقارة اسيا دي موجودة فين؟ شرق خط جرينتش ولا غرب خط جرينتش؟ برافو عليك، شرق خط جرينتش. قارة آسيا كلها بمساحتها بسلطاتها ببابا غنوجها موجودة فين؟ كلها شرق خط جرينتش، يعني في الجزء الشرقي للعالم أو لكوكب الأرض. تمام. فهندرس الموقع الفلكي. هنمسك زي ما قلنا ايه خطوط الطول من كام لكام. هتشوف خط طول من كام، تبدأ من كام وتنتهي عند خط طول كام. فهنا كام؟ 26 شرقا. نفضل نمشي، دي كلها خطوط طول في قارة آسيا لغاية آخر جزء كام؟ 17 غربا. 17 ايه غربا. 26 شرقا لغاية كام؟ 17 غربا. 26 شرقا لغاية 17 غربا. ده بالنسبة لخطوط الطول. طالما شرقا وغربا تبقى خطوط الطول. طب بالنسبة لدوائر العرض، تعال بص كده من فوق لتحت هتلاقي فيه زي نصف دايرة كده او خط كده ماشي. نفس الكلام هنروح لقارة آسيا. هنمسك فين؟ في أول حاجة من فوق كام؟ 81 خط دائرة عرض
81 ايه شمالا. نفضل ننزل لغاية لما نجيب نهاية قارة اسيا، اخر اللون اهو 10 جنوبا. 10 ايه جنوبا، يبقى 81 شمالا لغاية 10 ايه 10 جنوبا. تمام. ده موقع قارة اسيا الفلكي. طبعا الموقع ده على الخريطة فقط، مش موجود في الحقيقة. تمام. من خلال الخريطة سابقا نجد ان قارة اسيا يمتد معظمها بين دائرتي عرض 10 جنوبا، تمام، 10 جنوبا الى 81 شمالا. 81 ايه شمالا. طب وهي بذلك تقع في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فيما عدا بعض الجزر الإندونيسية الواقعة جنوب دائرة الاستواء. اللي احنا قلنا شمالا وجنوبا برضو نفس الفكرة. فاكر خط جرينتش اللي بيقسم الخريطة لجزء شرقي وجزء غربي؟ نفس الكلام. دائرة الاستواء، تمام، اهي بتقسم الخريطة لجزئين، جزء شمالي وجزء غرب جنوبي. جزء شمالي وجزء ايه جنوبي. طب اسيا دي معظمها فين؟ الجزء الشمالي ولا الجنوبي؟ باينه، برافو عليك، الجزء ايه الشمالي. كل المساحه دي شمال دائره الاستواء. فانا بيقول لك ان تقع اسيا في النصف الشمالي للكره الارضيه كلها. لا، قالك في بعض اجزاء من جزر اندونيسيا. كام جزيرة دول المتفرعين في المحيط الهندي؟ تمام. يقول لك فيما عدا بعض الجزر الاندونيسية الواقعة جنوب دائرة ايه الاستواء. طب بالنسبة لخطوط الطول، خطي الطول 26 شرقا لغاية كام؟ 17 غربا. 17 ايه غربا. وهي بذلك تعد اكبر قارات العالم من حيث الامتداد الفلكي. يعني ايه الامتداد الفلكي؟ يعني فيها خطوط طول ودوائر العرض كتير جدا. بص، لو يعني خطوط طول كتير ودوائر عرض كتير. لو جينا بصينا على مثلا افريقيا، بص افريقيا، يعني قارن، شايف كام خط طول هنا وشايف هنا كام خط طول؟ خد بالك معايا. اوروبا شايف كام خط طول وهنا شايف كام خط طول. فانا بيقول لك اكبر قارات العالم من حيث الامتداد الفلكي على طول من غير ما تفكر هي مين؟ قارة اسيا. قارة مين؟ قارة اسيا. يمر بقارة اسيا 3 دوائر عرض رئيسية. ايه هم بقى؟ الدائرة القطبية الشمالية، مدار السرطان، ودائرة الاستواء. كم دائرة عرض؟ 3. الدائرة القطبية الشمالية، مدار السرطان، دائرة الاستواء. ناخد الموقع الجغرافي نطلعه من الخريطة. يعني ايه موقع جغرافي؟ يعني ان انا اشوف ايه بيحيط او بيحد قارة اسيا من الاربع الاتجاهات. ايه هما الاربع الاتجاهات؟ شمال، جنوب، شرق، غرب. دايما في الخريطة اللي عندك الشرق بيبقى على ايدك اليمين، والغرب ناحية ايدك الشمال، والشمال فوق والجنوب ايه الجنوب تحت. تعالى كده بص على الخريطة. قارة اسيا بيحدها من الشمال ايه؟ محيط القطب الشمالي بس. طيب ننزل كده ناحية الجنوب، انزل ادي قارة اسيا. ايه دي؟ ايه المية دي؟ ده المحيط الهندي. يبقى بيحدها من الجنوب ايه؟ المحيط الهندي، برافو عليك. طيب من الشرق ادي اخر قارة اسيا. ايه بيحدها؟ ايه المية دي؟ ها، المحيط الهادي. يبقى شرقا المحيط مين؟ المحيط الهادي. طيب غربا، غربا دي بقى يابس. يعني احنا خدنا الثلاث اتجاهات، محيط او ماء المحيط القطبي الشمالي في الشمال، المحيط الهندي في الجنوب، المحيط الهادي في الشرق. طب من ناحية الشمال الغرب، بص يا باشا، الحدود الغربية بين قارة ايه لقارة اسيا. قارة اسيا يحدها من الغرب كذا حاجة. نبدأ من الشمال هنا، هنلاقي جبال اورال. ادي قارة اسيا. تروح ناحية الغرب تلاقي في وشك مين؟ جبال اورال. جبال اورال دي حدود برية بتفصل قارة اسيا عن قارة اوروبا. طيب ننزل كده نكمل، هنلاقي هنا البحر الاسود. البحر الاسود
تمام. ده برضو بيفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا. دي حدود مائية. حدود ايه؟ مائية. طيب كمل. هنلاقي ايه هنا؟ البحر المتوسط. البحر مين؟ المتوسط. ننزل كمان البحر الأحمر. البحر الأحمر. ما دي لغاية هضبة شبه الجزيرة العربية دي تبع قارة مين؟ آسيا. تمام. البحر مين؟ الأحمر. يبقى قارة آسيا يحدها من الغرب كذا حاجة: جبال أورال، البحر الأسود، البحر المتوسط، البحر مين؟ البحر الأحمر. أتمنى تكون الجزئية دي وضحت. الاختصارة بتاعت الكلام اللي أنا قلته ده كله في المخطط ده: دي قارة آسيا، شمالا المحيط القطبي الشمالي، جنوبا المحيط الهندي، شرقا المحيط الهادي، غربا عد معايا جبال أورال، البحر الأسود، البحر المتوسط، البحر الأحمر. جبال أورال، البحر الأسود، متوسط، أحمر. أورال، أسود، متوسط، أحمر. نطلع من الموقع الجغرافي إن قارة آسيا بيحيط بيها من 3 جهات ماء. بيحيط بيها من 3 جهات ماء، محيطات: محيط قطب شمالي، محيط هادي، محيط هندي. ومن جهة واحدة بس اللي هي ناحية الغرب متنوعة بقى، بس فيها حدود ايه؟ برية، اللي هي مين؟ جبال أورال. يبقى يقول لك هنا غربا تتنوع الحدود كما يلي: جبال أورال التي تفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا، دي اسمها حدود ايه؟ برية. اوعى تنسى الجزئية دي. البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الأسود، ودي اسمها حدود مائية. طب تعال ناخد كم معلومة. تقترب قارة آسيا من قارة افريقيا فين؟ قريبين جدا من بعض. فين؟ في انهي منطقة؟ برافو عليك، مضيق باب المندب. الجزئية دي الحتة دي قارة آسيا، الجزئية دي قارة افريقيا، قريبين جدا من بعض في الحتة دي. الحتة دي اسمها ايه؟ مضيق باب المندب. مضيق باب المندب. تمام. طيب تقترب قارة آسيا من قارة أوروبا عند، ركز لي قوي في الحتة دي، مضيق البسفور ومضيق الدردنيل. مضيق البسفور ومضيق الدردنيل. أسماء غريبة شوية بس مهمة. طيب في لعب هنا بيحصل في المضيقين دول، قريبين جدا من بعض. طب لو جالي رقم هنا، اعرف منين ان ده مضيق البسفور او مضيق الدردنيل؟ احنا هنعلمها مع بعض. مش ده البحر الاسود؟ القريب من البحر الاسود مضيق البسفور، البعيد مضيق الدردنيل. تاني، البحر الاسود اهو، مين اقرب حاجة ليه؟ المضيق بسفور. يبقى اقرب حاجة للبحر الاسود هو مضيق مين؟ البسفور. الابعد منه مضيق الدردنيل. مضيق الدردنيل. تمام. يبقى تقترب قارة اسيا من قارة اوروبا عند مضيق البسفور ومضيق مين؟ الدردنيل. تقترب قارة اسيا من قارة امريكا الشمالية عند مضيق اسمه بيرينج او بيرينج. عند مضيق اسمه ايه؟ بيرينج. تقترب قارة اسيا من قارة استراليا عند بحر اسمه بحر تيمور. محمد هنيدي، بحر تيمور. بحر مين؟ تيمور. هو فين قارة اسيا؟ مثل قارة اسيا هي فوق. ايه اللي جابها لقارة استراليا؟ يقول لك بص الجزر دي اسمها جزر اندونيسيا. جزر مين؟ اندونيسيا. نازلة لتحت لغاية قارة استراليا. طب ايه اللي بيفصل جزر اندونيسيا دي عن قارة استراليا؟ اقول له بحر صغير اسمه بحر مين؟ تيمور. بحر مين؟ تيمور. خلي بالك ممكن يجي لك سؤال يفصل قارة استراليا عن قارة اسيا، نقط بحر تيمور. يفصل جزر اندونيسيا عن قارة استراليا،
طب ما جزر اندونيسيا تبع قارة اسيا، يبقى مين؟ مين؟ بحر تيمور. بحر تيمور. انا عارف ان انت اتلخبطت في كذا مضيق على كذا بحر، بس هنلخصهم مع بعض دلوقتي. تلخيص العك اللي حصل ده كله: اسيا تقترب من 4 قارات: اوروبا، افريقيا، استراليا، امريكا الشمالية. تقترب من اوروبا عند مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل. تقترب عند افريقيا عند مضيق باب المندب. تقترب اسيا من استراليا عند بحر تيمور. بحر تيمور. تقترب اسيا من امريكا الشمالية عند مضيق بيرنج. مضيق بيرنج، ممكن تاخدها سكرين شوت. هل الموقع بتاع قارة اسيا ده بيديها اهمية ولا عادي مش فارقة ولا كأني ملهاش عايزة؟ تعال نشوف اهمية موقع قارة اسيا. قال لك ليها 4 اهميات. ليها كام؟ 4 اهميات: الاستراتيجية والاقتصادية والحضارية والدينية. تعال نمسك الاهمية الاستراتيجية. يعني ايه اصلا اهمية استراتيجية؟ الاستراتيجية دي يعني الاهمية وقت الحروب والسلم، حاجة ليها علاقة بالحرب. طب لموقع قارة آسيا أهمية استراتيجية بما تفسر، أقول له تطل على مسطحات مائية مهمة. قارة آسيا بتبص على 3 مسطحات مائية: المحيط القطبي الشمالي والمحيط الهادي والمحيط الهندي. تمام. تشرف على ممرات ملاحية، يعني بتتحكم أو بتشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة، مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز. ده مضيق جديد ده. مضيق باب المندب عارفينه، اللي بيفصل بين مين ومين؟ برافو عليك، قارة آسيا وقارة افريقيا. طب فين مضيق هرمز؟ مضيق هرمز يا معلم اهو. خلي بالك، مضيق هرمز ده جوه قارة آسيا، جوه قارة آسيا. لكن مضيق باب المندب لا، ده جزء تبع قارة آسيا وجزء تبع قارة إفريقيا. يبقى المضيق اللي بتتحكم فيه آسيا كلها، آسيا بقى وحدها بتتحكم في المضيق ده هو مضيق مين؟ هرمز. مضيق هرمز. خلي بالك هنا دول الخليج، الكويت وقطر والإمارات وكده. علشان الدول دي تتحرك وتخرج للمحيط الهندي لازم تعدي على مضيق مضيق هرمز. يعني مثلا امريكا عايزه تشتري مثلا بترول من الكويت، فالسفن بتاعه البترول هتتحرك من مضيق هرمز وتطلع للمحيط الهندي وهكذا، وتروح البلد اللي هي اللي هي عايزاها. طب لو حد جه وقفل مضيق هرمز، هل في بترول هيطلع؟ لا. عشان كده بيقول لك مضيق هرمز ده مضيق مهم جدا جدا. تمام. يبقى تشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة، مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز. مضيق باب المندب ومضيق هرمز. تمام. طيب الأهمية الاقتصادية، قال لك لموقع قارة آسيا أهمية اقتصادية اللي هي معلم، قال لك بسبب واحد: موقعها الجغرافي الذي جعلها الموقع ده ادى لآسيا أهمية كبيرة، خلاها ايه يا معلم؟ معبر رئيسي لطرق التجارة البرية والبحرية منذ العصور القديمة. ده خلاها طريق اي حد بيعدي يروح دول مختلفة او قارات مختلفة لازم يعدي عليها من زمان ودلوقتي. زي ايه؟ زي طريق الحرير وطريق التوابل. طب موقعها الفلكي الذي ادى الى حدوث تنوع كبير في مناخها. تنوع كبير في مناخها. بص يا سيدي، لما المناخ بيتنوع، مناخ بتنوع يعني ايه؟ يعني عندهم صيف وشتاء وربيع وخريف ودرجات حرارة مختلفة. ده بيؤدي على طول الى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. تنوع المناخ بيؤدي إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. تمام. الأهمية الحضارية، بيقول لك لموقع قارة آسيا أهمية حضارية. يعني حضارية؟ حضارية يعني قامت على أرضه العديد من الحضارات. زي إيه؟ زي حضارة بلاد الرافدين، وزي حضارة فينيقيا، وزي حضارات بلاد اليمن، والحضارة الهندية،
والحضارة الصينية والحضارة الإسلامية. كل دي حضارات قامت على أرض قارة آسيا، فيبقى لقارة آسيا أهمية حضارية. طيب الأهمية الدينية، يقول لك لموقع قارة آسيا أهمية دينية. بص يا سيدي، ليه بقى؟ ليه قارة آسيا دينيا مهمة؟ أقول له لأنها مهد للديانات السماوية. مهد يعني بداية، بداية للديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلام. اليهودية بدأت من شبه الجزيرة العربية أو شمال شبه الجزيرة العربية، يعني تبع قارة آسيا، زيها زي المسيحية وزي الديانة الإسلامية. طب إيه تاني؟ تضم العديد من المواقع المقدسة ذات الأهمية الكبيرة، فيها مواقع مقدسة للأديان الثلاثة. زي إيه؟ زي الكعبة المشرفة بالسعودية، وزي المسجد الأقصى، المسجد الأقصى في فلسطين، وزي مسجد قبة الصخرة برضه في فلسطين، وزي كنيسة المهد بفلسطين. يبقى احنا كده خدنا الأهمية الحضارية والأهمية الدينية والأهمية الاستراتيجية والأهمية الاقتصادية. تمام؟ قبل ما ندخل على قارة أوروبا، تعال نحل التدريب ده أشوفك فاهم ولا مش فاهم. أنا عايزك تكمل الفيديو للآخر كأنك موجود في حصة. تمام؟ يلا التدريب الأول، استعن بخريطة قارة آسيا. استعن بخريطة قارة آسيا واكتب ما تدل عليه الأرقام الموقعة عليها. واحد، دائرة. فين واحد هنا؟ دائرة، دائرة مين اللي في الجنوب دي خالص؟ الاستواء. طب اتنين، المحيط. فين اتنين؟ اتنين يا معلم، اتنين ده المحيط طالما في الشمال خالص يبقى المحيط القطبي الشمالي. طب تلاتة، المحيط مش دي الهند، يبقى ده المحيط الهندي. أربعة، البحر. البحر هنا عامل زي البحيرة كده دايرة وفي مضيقين هنا. البحر مين؟ الأسود. خمسة، مضيق مين؟ هي دي قارة آسيا. ودي تسعة، لا هسيبها. مضيق دي أمريكا الشمالية يا معلم، افتكر يا دينا، حليت لك رقم 9 يا معلم. طيب ايه اللي بيفصل ما بين قارة آسيا وقارة أمريكا الشمالية؟ مضيق مين؟ برافو عليك، بيرنج. طب ما انت فاهم اهو. 6، البحر. 6 اللي عامل زي السبعة كده من فوق. تمام، البحر الأحمر. 7، الشرطة دي الجبال اللي بتفصل ما بين قارة آسيا وأوروبا. جبال أورال. جبال مين؟ أورال. طيب 8، مضيق. فين 8 دي؟ 8 مضيق مين اللي بين آسيا وبين أفريقيا؟ برافو عليك، باب المندب، مضيق باب المندب. 9، قارة لسه حلينها، أمريكا الشمالية. 10، مضيق. الصعوبة هنا، بص كده يا معلم، ركز، مش عارف هتبان، لا أقرب لك عليها. المضيق القريب من البحر الأسود ده اسمه مضيق مين؟ برافو عليك، البسفور. طب لو جاب لي السهم هنا في الحتة دي يبقى مضيق مين؟ الدردنيل. خلي بالك الجزئية دي مهمة، طالما المضيق الرقم جابهولي جنب البحر الأسود يبقى ده البسفور، لكن لو من تحت بعيد عنه شوية يبقى الدردنيل. تمام، أتمنى تكون وضحت لأن دي عليها لغط كبير. مضيق البسفور. مضيق مين؟ البسفور. نكمل. اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. البحار التالية تحد قارة آسيا من جهة الغرب ويخرج عنها. يبقى أنا في عندي 3 بحار بيحدوا قارة آسيا من ناحية الغرب ما عدا بحر مين؟ البحر الأحمر ولا تيمور ولا البحر الأسود ولا البحر المتوسط؟ برافو عليك، بحر تيمور، لأن تيمور بيفصل ما بين قارة آسيا وقارة أستراليا. أستر عليا يا ابني.
تقترب قارة آسيا من قارة أمريكا الشمالية عند مضيق مين؟ آسيا وأمريكا الشمالية بيرنج. عند مضيق مين يا معلم؟ بيرنج. يفصل البحر الأحمر بين قارتي آسيا. هو فين البحر الأحمر؟ أهو بيفصل بين قارة آسيا وقارة مين؟ إفريقيا. قارة مين؟ إفريقيا. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. اوعى تنسى مع التصويب دي. تعد قارة آسيا أكبر قارات العالم من حيث المساحة. صواب. تحتل قارة أوروبا المرتبة الثانية من بين قارات العالم من حيث المساحة. طبعا غلط، قارة إفريقيا. أمال أوروبا دي المرتبة الكام؟ الستة. رقم 6. يعني أنا ممكن نغير التانية وأخليها إيه؟ الستة. تمام. تقع بعض الجزر الإندونيسية بقارة آسيا جنوب دائرة الاستواء. مظبوط، صح. دلل على صحة كل عبارة مما يأتي. لموقع قارة آسيا أهمية استراتيجية. أنا مش هحل حاجة من عندي، أنا أرجع هنا هقول له دلل ليه موقع آسيا ليه أهمية استراتيجية. أقول له لأنها تطل حيث إنها تطل على مسطحات مائية مهمة وتشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز. طب نشأت عديد من الحضارات في قارة آسيا. أقول له يا باشا العلامة الحضارية. أقول له حيث قامت العديد من الحضارات العريقة بها مثل، وأقول له 3-4 حضارات من اللي هنا. طب بما تفسر يطلق على قارتي آسيا وأوروبا مصطلح أوراسيا. قلت لك ده مهم. يطلق على قارتي آسيا وأوروبا معا حيث تبدو قارة أوروبا كأنها امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة مين؟ الغرب. قارة أوروبا تعتبر امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة الغرب. من جهة مين يا معلم؟ الغرب. ما النتائج مترتبة على تمتع قارة آسيا بأكبر امتداد فلكي في العالم. أكبر امتداد فلكي فين؟ في العالم. النتائج مترتبة على ذلك. برافو عليك. امتداد فلكي ده معناه ان المناخ عندها متنوع، واحنا قلنا طالما في تنوع للمناخ هيبقى في تنوع للنباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. اقول له ادى ذلك الى حدوث تنوع كبير في مناخها، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. وضح الأهمية الدينية لموقع قارة آسيا. قول له هنا يا معلم. لا هنا يا معلم. يا معلم يا معلم. الأهمية الدينية لموقع قارة آسيا. أقول له حيث إنها مهد للديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام، وتضم العديد من المواقع المقدسة ذات الأهمية الكبيرة مثل الكعبة المشرفة بالسعودية، المسجد الأقصى، مسجد قبة الصخرة، كنيسة المهد بفلسطين. أتمنى تكون الإجابة واضحة وشافية. دي في الخريطة قدامك قارة مين؟ قارة أوروبا. جنبها على طول من ناحية اليمين قارة مين؟ قارة آسيا ناحية الشرق. بيفصل ما بين قارة آسيا وقارة أوروبا زي ما اتعلمنا الفيديو اللي فات جبال اسمها جبال مين؟ جبال أورال، ودي حدود برية. تمام؟ طيب يلا نكمل كده. الموقع الفلكي لقارة أوروبا. هنتعلمنا الموقع الفلكي، هناخد خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول ودوائر العرض. يقول لك من خلال الخريطة هنلاقي ان قارة اوروبا تمتد بين دائرتي عرض 36 الى 71 شمالا. هما الاتنين شمالا، يعني كده موجودة كلها في النصف الشمالي للكرة الارضية. في النصف الشمالي للكرة الارضية. يا ريت تحضر الفيديو الاول علشان تفهم ايه موضوع النصف الشمالي والنصف الجنوبي. طيب خطي طول 66 شرقا الى 25 غربا. 66 شرقا الى 25 غربا. بيمر بقارة اوروبا دائرة عرض رئيسية، دائرة واحدة. احنا قارة اسيا خدناها الفيديو اللي فات بيمر فيها كام؟ 3 دوائر رئيسية، لكن هنا دائرة عرض رئيسية هي الدائرة القطبية الشمالية. دايما الدائرة القطبية الشمالية هنلاقيها من فوق، الدائرة القطبية الشمالية.
تمام. طب خط طول رئيسي وهو خط جرينتش، خط طول رئيسي وهو خط ايه؟ خط جرينتش. اسيا ما كانش فيها خطوط طول رئيسيه، ما كانش فيها خطوط طول رئيسيه. بيقول لك ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي لقاره اوروبا بالنسبه لدوائر العرض؟ بالنسبه لدوائر العرض قول له ترتب على ذلك وقوع معظم القارة في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية من الكرة الأرضية. يعني الكلام ده يعني المنطقة المناخية المعتدلة يعني الجو فيها يميل إلى البرودة. عشان كده نسمع عن قارة أوروبا إن فيها بقى إيه؟ سقوط الثلوج والتلج والتزحلق على الجليد والإيه والحاجات دي. يبقى اللي خلى أو النتائج اللي ترتبت على الموقع الفلكي لقارة أوروبا أقول له ترتب على ذلك وقوع معظم القارة في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية من الكرة مين؟ من الكرة الأرضية. طب الموقع الجغرافي، الموقع الجغرافي انا بحب دايما موقع الجغرافي ده نطلعه من الخريطة على طول، نطلعه من الخريطة على طول. تمام. تعالى كده ادي قارة اوروبا، اطلع ناحية الشمال فوق هتلاقي مين؟ المحيط القطبي الشمالي، بيحدها المحيط القطبي الشمالي. زي مين؟ خلي بالك اسيا واوروبا بيحيط بيها من ناحية الشمال هما الاتنين المحيط القطبي الشمالي. طيب جنوبا، ده جنوبا ده فيه كذا حاجة. هنلاقي مين؟ البحر الاسود، البحر الاسود. ومين تاني؟ والبحر المتوسط، والبحر ايه؟ المتوسط. طب شرقا قارة اسيا، قارة مين؟ قارة آسيا. طب غربا المحيط الأطلنطي، غربا المحيط مين؟ الأطلنطي. يبقى تاني قارة أوروبا بيحدها من الشمال المحيط القطبي الشمالي، من الجنوب حاجتين البحر الأسود والبحر المتوسط. شرقا قارة آسيا، غربا المحيط الأطلنطي. الموقع الجغرافي لقارة أوروبا. قارة أوروبا يحدها شمالا المحيط القطبي الشمالي، غربا المحيط الأطلنطي، جنوبا البحر المتوسط والبحر الأسود. نلاقي إن الاتجاهات دي الشمال والغرب والجنوب كلها مية، كلها ايه؟ كلها ميه. يبقى تحيط المسطحات المائيه بقاره اوروبا من 3 جهات، يعني يعتبر شبه جزيره. لو جالي سؤال تعتبر قاره اوروبا شبه جزيره، اقول له لان المياه تحيط بها او تحيط بها المسطحات المائيه من 3 جهات. من كام جهه؟ من 3 جهات. لو 4 جهات تبقى برافو عليك، تبقى جزيره. تمام. خلي بالك هنا من التلخيص ده. قارة أوروبا محيط قطب شمالي في الشمال. طب في الجنوب حاجتين البحر الأسود والبحر المتوسط. طب في الشرق قارة آسيا. طب في الغرب المحيط الأطلنطي. يقول لك قارة أوروبا تقترب من قارة إفريقيا عند مضيق جبل طارق. قارة أوروبا وقارة افريقيا، ادي قارة افريقيا، قريبين جدا من بعض. فين في الحتة دي مضيق جبل طارق، مضيق جبل ايه؟ جبل طارق، قريبين جدا من بعض. عشان كده يجي يقول لك ايه؟ تقترب قارة اوروبا من قارة افريقيا عند مضيق جبل طارق. طب لو جه قال لك يفصل قارة اوروبا عن قارة افريقيا، اقول له مضيق جبل طارق؟ لا، اقول له ايه؟ البحر المتوسط. طالما يفصل يبقى البحر المتوسط. طب قال لك تقترب يبقى مضيق جبل مين؟ طارق. يقول لك تعد جبال نقط فاصلا بريا بين قارة اوروبا وقارة اسيا. فاصل بري فين؟ قارة اسيا. فين قارة اوروبا؟ إيه اللي بيفصل ما بينهم بريا؟ جبال اورال. جبال مين؟ جبال اورال، جبال اورال. طيب بينما يعد نقط فاصلا بحريا بينهم. اللي بيفصل بينهم بحريا ما بين اوروبا وما بين اسيا بحر الاسود. تمام. البحر مين؟ البحر الاسود. برافو عليك. طب ايه تاني؟ تقترب قارة أوروبا من قارة آسيا عند مضيقي نقط ونقط، أو نقط ونقط. تمام. فين المضيقين دول؟ قلناهم الفيديو اللي فات. مضيق البسفور ومضيق الدردنيل. اللي ما حضرش الفيديو اللي فات، مضيق البسفور ازاي افرق بين البسفور والدردنيل؟ البسفور أقرب مضيق للبحر الأسود، قريب خالص. طالما جاب لي الرقم هنا بعيد عن البحر الأسود يبقى ده ايه؟ الدردنيل.
تعال نتكلم على أهمية موقع قارة أوروبا. أهمية موقع قارة أوروبا ليه كم أهمية؟ 3: الاستراتيجية والاقتصادية والحضارية. أهمية استراتيجية اقتصادية وحضارية. الاستراتيجية يعني الأهمية وقت الحرب والسلم. هل الموقع بتاع قارة أوروبا، المكان اللي اتوجدت فيه قارة أوروبا ده مهم؟ قال له مهم. طب مهم ليه؟ تعال نشوف. قال لك لانها تطل على مسطحات مائيه مهمه. زي ايه المسطحات المائيه؟ عد معايا: المحيط القطبي الشمالي، المحيط الاطلنطي، البحر المتوسط، والبحر الاسود. ما دي كلها ايه؟ مسطحات مائيه مهمه. طب تشرف على ممرات ملاحيه ذات اهميه استراتيجيه كبيره. الممر الملاحي يعني السفن بتعدي منه. طب انا لو قفلت الممر الملاحي مفيش سفن، يعني مفيش تجارة، واخد بالك؟ فيبقى معنى ذلك ان المنطقة دي ايه؟ مهمة. مثل ايه المضايق اللي بالممرات المائية؟ مضيق جبل طارق اهو، مضيق جبل طارق. ايه تاني؟ مضيق البسفور والدردنيل. مضيق البسفور والدردنيل دي هي الممرات المائية المهمة اللي بتشرف عليها او بتتحكم فيها قارة مين؟ اوروبا. طب تعال نشوف الاهمية الاقتصادية. هل اوروبا دي ليه اهمية اقتصادية؟ قل له طبعا اهمية اقتصادية. هتكلم عن الموقع الجغرافي والفلكي. طب الموقع الجغرافي ده ساعد أوروبا في إيه؟ قال لك سهولة التواصل الاقتصادي بينها وبين باقي قارات العالم. قارة أوروبا يا معلم بص كلها هنا مية، فتقدر بسرعة جدا ان هي تتواصل اقتصاديا بينها وبين قارات العالم. بينها وبين قارات العالم. قريبة من قارة افريقيا ممكن تقوم بينهم تجارة، قريبة من قارة اسيا تقوم بينهم تجارة. طب امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية يا باشا عد المحيط الاطلنطي ووصل ليهم، واخد بالك؟ فهنا بيقول لك ايه؟ موقع الجغرافي ساعد ان يبقى في سهولة في التواصل الاقتصادي بينها وبين باقي قارات العالم. طب الموقع الفلكي ساعد على تنوع مناخها. تنوع مين؟ مناخها. تنوع مناخ يبقى تنوع نباتات طبيعية وحيوانات ومحاصيل زراعية. طب الأهمية الحضارية، احنا خدنا الأهمية الاستراتيجية والأهمية الاقتصادية، باقي ايه؟ الأهمية الحضارية. لموقع قارة أوروبا أهمية حضارية. اتفقنا من الفيديو اللي فات ان احنا في الأهمية الحضارية بنتكلم عن الحضارات اللي موجودة في القارة. طب ايه الحضارات اللي نشأت في القارة؟ اقول له الحضارة اليونانية القديمة، الحضارة الغربية الحديثة اللي هي الثورة العلمية والصناعية. دلوقتي أوروبا متقدمة جدا، كل الاختراعات أو أغلب الاختراعات طالعة من قارة أوروبا. التقدم والحداثة كلها في قارة أوروبا. الحضارة الرومانية القديمة، يبقى 3 حضارات، اتنين قديمة وواحدة حديثة. الحضارة اليونانية القديمة، الحضارة الرومانية القديمة، الحضارة الغربية الحديثة. الحضارة الغربية ايه؟ الحديثة. في ملحوظة من تحت أو توضيح، بيقولك بالرغم من اتصال يابس قارتي آسيا وأوروبا، لكن آسيا وأوروبا لازقين في بعض، متصلين ببعض، تمام؟ بالرغم من ذلك إلا أن مصر لها دور كبير في التواصل والتجارة بين دول القارتين منذ القدم بسبب موقعها المتميز وإشرافها على بحرين هامين هما البحر الأحمر والبحر المتوسط، تمر بهما جزء كبير من التجارة بين القارتين. يعني بص كده يا معلم، ادي قارة اوروبا وقارة اسيا، لما يحصل فيه تجارة اغلبية التجارة مش بتعدي كده ما بين اسيا واوروبا عشان التضاريس صعبة. امال بتعدي ازاي؟ بين اوروبا وتنزل لمصر وتدخل في البحر المتوسط وقناة السويس والبحر الاحمر وبعدين توصل لقارة مين؟ قارة اسيا. دي اغلبية التجارة بين اوروبا وبين اسيا. فبيقول لك ان مصر ليها دور مهم في توصيل التجارة ما بين اوروبا وما بين قارة اسيا. والموضوع زاد لما حفرنا قناة السويس. بيقول لك وزادت اهمية ذلك الموقع بعد شق قناة السويس. بعد شق قناة مين؟ السويس. تعال نراجع ونحل التدريب الثاني ده عشان نشوفك فهمت على قارة اوروبا ولا لا. استعن بخريطة قارة اوروبا المقابلة، دي خريطة قارة اوروبا. تعال نشوف
ايه الارقام اللي موجوده على قاره اوروبا والحل بتاعها. اول حاجه المحيط فوق شمالي، محيط القطب الشمالي، القطبي الشمالي، محيط القطب مين الشمالي. اتنين البحر، اتنين المحيط، المحيط مين ناحية الغرب يبقى الأطلنطي، المحيط الأطلنطي. تلاتة البحر هنا جنوب أوروبا المتوسط. أربعة البحر هنا في النص يعتبر بين أوروبا وبين آسيا الأسود. خمسة مضيق، مضيق خلي بالك هنا خمسة مضيق بعيد عن البحر الأسود يبقى الدردنيل. طب ستة مضيق قريب من البحر الأسود البسفور. يا ريت الجزئية دي مهمة جدا. سبعة قارة دي تبع قارة مين آسيا يا أستاذ، ده قارة آسيا هنا، مش دي شبه جزيرة عربية تبع قارة آسيا. خلي بالك هنا أوروبا، آسيا الجزئية دي إفريقيا، فأي جزء هنا تبع قارة آسيا. 8 مضيق اللي ما بين أوروبا وما بين أفريقيا جبل طارق، مضيق جبل مين طارق. اكتب صواب او خطأ مع ذكر السبب في الحالتين. صح خطأ هتذكر ايه السبب. تقع قارة اوروبا باكملها في النصف الجنوبي من الكرة الارضية. غلط، النصف الشمالي، النصف ايه الشمالي. تحيط المسطحات المائية بقارة اوروبا من جميع الجهات. غلط، 3 جهات. طبعا انت مش هتكتب كده 3 جهات وتقول له عايز وجهها كذا وجهها كذا وجهها كذا. يعني في الشمال يحيط بها المحيط القطب الشمالي، في الغرب المحيط الأطلنطي، في الجنوب تقول له البحر المتوسط. طب يمثل موقع قارة أوروبا الجغرافي أهمية اقتصادية كبيرة. أقول له صح. طب ليه أهمية اقتصادية كبيرة؟ نرجع للأهمية الاقتصادية. أقول له حيث سهولة التواصل الاقتصادي بينها وبين مقرات العالم وتنوع مناخها. تستأثر قارة أوروبا، تستأثر يعني تستحوذ، يعني تمتلك بالإشراف الكامل على سواحل البحر الأسود، على سواحل البحر الأسود. تعالى نشوف الإجابة دي. آدي البحر الأسود. هل البحر الأسود ده كله من أوله لآخره هنا جوه قارة أوروبا، فنقدر نقول إن أوروبا هي متحكمة فيه؟ طبعا لا. لكن لو جينا لاحظنا هنلاقي البحر الاسود جزء تبع قارة اوروبا وجزء تبع قارة مين آسيا، فيبقى مش كله تبع قارة اوروبا. يبقى الاجابة هنا ايه خطأ. اقول له لانه على الحدود بين قارة اوروبا وقارة مين وقارة اسيا. دلل على صحة كل العبارة مما يأتي. تتمتع قارة اوروبا بموقع استراتيجي مهم. ليه موقع اوروبا ليها موقع استراتيجي مهم؟ حيث تطل على مسطحات مائية مهمة، تشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة مثل مضيق جبل طارق، مضيق البسفور، مضيق الدردنيل. قامت عديد من الحضارات في قارة أوروبا. بسيطة ولا يشغلني. أقول له حيث نشأت عديد من الحضارات مثل الحضارة اليونانية القديمة، الحضارة الرومانية القديمة، الحضارة الغربية الحديثة. ولا يهمني أي سؤال. حدد الأثر الناتج عن، يعني ما النتائج مترتبة على الموقع الفلكي لقارة أوروبا بالنسبة لدوائر العرض. ارجع يا معلم. أقول له ترتب على ذلك وقوع معظم القارة في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية من الكرة الأرضية. وقوع معظم القارة اللي هي قارة أوروبا في أنهي منطقة؟ المنطقة المناخية مالها المعتدلة الشمالية من الكرة الأرضية. أتمنى يكون الشرح والإجابة وافية وشافية ليك. أتمنى أن أنت تذاكر الجزئية دي وتحضر باقي الفيديوهات وتشترك في القناة وتعمل لنا لايك، وتقول لو في سلبيات او ايجابيات تكتبها في الكومنتات عشان نقدر نكمل. يلا سلام، اشوفك الفيديو اللي جاي.